الدولة في الفكر الفلسفي كتعتبر من أعقد المفاهيم. كتجمع بزاف ديال التناقضات من بين العلاقة ديالها مع الحق والعنف. كاين اللي كيشوف أن الدولة خاصها تبنى على القانون والعدالة، وكاين اللي كيشوف باللي القوة ضرورية باش تبقى الدولة واقفة وتفرض الوجود ديالها. التناقض كيخلي الفلاسفة يختلفوا في الرأي. مثلا ماكس فيبر كيعتقد ولا كيظن أن الدولة خاصها تكون الوحيدة اللي عندها الحق تستعمل العنف، بشرط يكون هذا العنف مؤطر بقانون. بالنسبة ليه الدولة كتضمن النظام من خلال قوة خاضعة للقوانين. التصور كيعني أن الدولة كتحاول توازن بين فرض النظام وحماية الحقوق، والعنف كيبقى وسيلة ماشي غاية. نيكولا ميكافيلي عنده نظرة مختلفة تماما، كيشوف أن الدولة خاصها دير كلشي باش أنها تحافظ على الوجود ديالها، وخا تستعمل الخداع والعنف. بالنسبة ليه السياسة مجال فيه الصراع والمنافسة، والحاكم الذكي هو اللي كيعرف كيفاش يتعامل مع هذا الواقع. العدل بالنسبة ليه هو الاستقرار والسيطرة. من هذا المنطلق كيبان أن العنف وسيلة ضرورية باش أن الدولة تستمر، وخاص الدولة أنها تعرف الحيلة والقوة المكر والخداع. من جهة أخرى جاكلين روس كترفض هاد التصورات اللي كتعطي الشرعية للعنف، كتقول أن الدولة خاصها تبنى على الحق والقانون وعلى احترام الحريات الفردية. بالنسبة لها الدولة ما تقدرش تحقق العدالة إلا إذا كانت المؤسسات ديالها كتخدم المواطن وكتحميه ماشي كتقمعه. فالتصور الدولة اللي كتستعمل العنف أكثر من القياس هي دولة فاشلة، ما عندهاش شرعية حقيقية، لأن الشرعية كتجي من احترام الحقوق ماشي من السيطرة. من خلال التصورات كنلقاو أن الدولة كتعيش في واحد التوتر مستمر، حيث خاصها تفرض النظام وتحمي المجتمع، في نفس الوقت خاصها تبقى خدامة للحق. وهذا التوازن صعيب تلقاه، لأن بمجرد كيتغلب العنف على القانون كنوليو في طريق الاستبداد. بالمقابل إلى الدولة فقدت القدرة على التدخل الحازم كتنتشر الفوضى وكيضيع الأمن والأمان. ممكن أننا نقول أن الدولة ما خاصهاش تبني على العنف، ولكن خاص تكون عندها قوة قانونية تنظم بها المجتمع وتستعمل العنف كآخر حل في حالات الضرورة القصوى بشكل مضبوط ومحسوب. بهذا الشكل كيبقى الحق هو الأصل والقوة وسيلة ماشي العكس. إلى هنا، إلى اللقاء.